فيلم النهارده أحداثه بتدور بين الحاضر والماضي في رومانيا، وبيحكي قصة الراجل اللي بيستغل وجوده في الحاضر عشان يخترع كل الأجهزة دي في الماضي ويكسب من وراها فلوس. بس كل مرة بيرجع فيها بتواجهه صعوبات وتحديات أصعب من اللي قبلها. تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل. فيلمنا أحداثه بتبتدي في رومانيا القديمة، وبنتعرف على مهندس اسمه لوشيوس، واللي بقاله فترة بيحاول يلاقي أفكار جديدة لشغله، بس بيفشل وبيعاني عشان يعمل فلوس، وكل فكرة بيخترعها بيلاقي الزباين رافضينها وبيبقوا شايفينها ملهاش لازمة. وفي يوم واحد صاحب لوشيوس بياخده على حمام عام عشان يسترخي، ولوشيوس بيكون شايفه أسوأ مكان ممكن الواحد يسترخي فيه، خصوصا إنه مليان بناس كتير قوي كلهم قالعين هدومهم وعاملين دوشة. ولما بيحب ينعزل عن الدوشة دي وبيحاول يسترخي فعلا بينزل تحت في المية وبيقعد حبة، وفجأة بيلاحظ إن في دوامة في الناحية التانية من الحوض اللي بيعوم فيه، ولما بيروح يبص عليها من قريب بيلاقي نفسه اتسحب من التيار، وخلال كام ثانية بيلاقي نفسه في مكان شبه النفق، وبياخد نفسه بصعوبة وبيبذل مجهود جامد عشان يطلع للسطح عشان يتنفس، وبينجح فعلا. بس الغريب انه مش بيلاقي نفسه في الحمام العام الروماني، وبيلاقي انه في حمام عام ياباني جديد ومليان رجالة كبار في السن ومصدومين من شكله وهو واقف عريان قدامهم. لوشيوس بيكتشف انه سافر عبر الزمن ووصل لليابان في العصر الحالي، وبما انه عمره ما شاف حد بملامح المغول دي بيفترض انه قاعد في وسط قبيلة يابانية. وبعد ما بيفوق من الصدمة بياخد باله ان المكان متطور واحلى من اي حمام عام هو زاره قبل كده، وبينبهر بسلة الهدوم والحنفيات، واللي بيبهره اكتر هي اجهزة التدليك، وبيندم انه مفكرش في الاختراعات دي قبل كده. ده غير انه بيدخل حمام الستات كمان بالغلط، وواحدة عجوزة بتصوت اول ما بتشوفه وبتحدفه بحاجة في دماغه بتخليه يفقد الوعي. وبعدها بنتعرف على فنانة اسمها مامي من ضمن الستات اللي موجودين في الأوضة، واللي اول ما بتشوفه بتستوحي منه فكرة للشخصية اللي بتدور عليها، وبكده مامي بتقعد ترسمه. وبعد فترة لوشيوس بيفوق وبياخد ازازة لبن بطعم مختلف، وبيتفاجئ من طعم اللبن الحلو والساقع، وبيكون طعمه عاجبه قوي لدرجة انه بيخليه يفقد وعيه للمرة التانية. ولما بيفوق اخيرا بيلاقي نفسه في روما من تاني، وحواليه رجالة وبيقولوا له انه كان بيغرق في الحوض ولقوه من كام دقيقة. ولوشيوس بيفتكر في الاول انه كان بيحلم، بس اول ما بيشوف ازازة اللبن الفاضية جنبه بيستوعب انه كان في حقيقة. وبعدها بنشوف التغيير اللي حصل في حياة لوشيوس بعد شهرين، بعد ما باع الافكار بتاعته لصاحب الحمام وطورها، والناس كلهم بيمدحوا في ابداعاته. ده غير انه بيقدر يكسب فلوس كتير، وبنشوفهم دلوقتي وهما بيستخدموا السلة واجهزة التدليك، وكمان بيشربوا اللبن الجديد عشان يستمتعوا بتجربتهم في الحمام العام. وفي الوقت ده راجل عجوز بيتمنى لو كان عنده حمام عام في بيته، ولما لوشيوس بيروح يقعد لوحده وبيفكر في طريقة يحقق بيها طلبه ده بيلاقي نفسه بيتسحب بالطيار تاني، وبيروح على حمام في القرن ال21، وبيدخل عليه راجل وبيطلب منه انه يساعده يستحمى. لوشيوس بيكون مش فاهم حاجة بس بيعمل زي ما اتقال له، والمرة دي بيكتشف ادوات تانية مهمة زي الفوط والدش وطاقية الدش، وبنكتشف ان الحمام ده بتاع مامي اصلا، واللي لما بتدخل وبتشوف لوشيوس على الارض بتجري تجيب كراسة الرسم بتاعتها، ولما بترجع بتلاقيه اختفى. وبنرجع لروما وبنلاقي ان لوشيوس قدر يعمل بانيو شخصي للراجل العجوز زي ما هو طلب منه، وقدر يعمل من الاختراع ده فلوس كتير قوي، واخيرا بيقدر يوفر فلوس لمراته وبياكلها وجبات حلوة. بس مراته مش بتكون راضية وبتكون عايزة تخلف، وبتشتكي ان لوشيوس على طول مشغول في الشغل، وبيتخانقوا مع بعض وبتسيبه وتمشي. وبعد كام يوم لوشيوس بيقابل رسول من الامبراطور هاديانوس، واللي معروف بجبروته، والناس بتقول عنه انه قتل اعضاء مجلس الوزراء عشان عرضوه قبل كده. وبعد ما لوشيوس بيتشهر بسبب الاختراعات بتاعته الامبراطور كمان بيوصل له الاخبار وبيكون مهتم يعرفه اكتر. ولما بيقابل لوشيوس بيقول له انه معجب جدا بالفن، خصوصا باختراعات لوشيوس الجديدة والافكار اللي عملها في الحمام العام. الامبراطور بيكون منبهر بشغله فبيكون عايزه يعمل له حمام ليه لوحده، وبيقول له ان الحمام ده لازم يكون مش عادي ومبتكر، وكمان لازم يكون حاجة جديدة محدش عملها قبل كده. ولوشيوس بيقبل التحدي ده وبيقرر انه يبهر الامبراطور، وطول الليل بيتمشى في البلد وبيحاول يلاقي فكرة لحمام الامبراطور بس مش بيوصل لحاجة، وبيكون محرج ان كل افكاره دي اصلا هو ناسخها وانه ما زودش حاجة جديدة من عنده. ومرة واحدة بيقع في حفرة وبيختفي، وبنشوف مشهد من الوقت الحالي لمامي وهي بتشتغل في محل ادوات حمام بعد ما لقت ان شغلها كرسامة مش جايب همه، وقررت انها تشوف شغل جنب الفن. وفي يوم بتسيب الحنفية مفتوحة في البانيو بالغلط لحد ما بتملي لاخره، وفجأة لوشيوس بيطلع من البانيو ده وبيبتدي ياخد نفسه، وبيقف اول ما بيستوعب ان البانيو بيعمل فقاعات لوحده. ومدير المحل بيروح يشتكي وبيبلغ عن وجود راجل غريب، وده بيدي فرصة لمامي ولوشيوس انهم يتكلموا سوا. ولوشيوس بيطلب منها انها تاخده في جولة في المكان وبيديلها عملة في المقابل. ولوشيوس دماغه بتلف اول ما بيشوف الحمامات وبيفتكر ان مناديل الحمام مطبوع عليها اسرار نجاح القبيلة اليابانية دي، بس اكتر حاجة بتبهره هي قعدة الحمام، واللي اول ما بيقعد عليها بيحس زي ما يكون تعبان وارتاح.
وكأنه كان عايش في الجنة، وبيرجع على روما وبيقلد كل الأفكار اللي شافها دي في حمام الإمبراطور، وبيخليه أحسن حمام في العالم، وحتى قعدة الحمام بيعمل زيها وبيخليها تطلع مية طول الوقت زي النافورة عشان تنضف ورا البيبي. ده غير الفقاعات اللي بيخلي العبيد ينفخوها في المواسير عشان يعملوا حوض سباحة مثالي للإمبراطور. وأخيرا بيحط شمع معطر حوالين الحوض ده وبيفوق توقعات الإمبراطور وبيبهره بأفكاره. وفي المقابل الإمبراطور بيكافئه بهدية، ولوشيوس بيرجع على البيت يوري مراته المكافأة دي، بس بيلاقيها بتخونه مع صاحبه. وفي المستقبل مامي بترجع على بلدها بعد ما بتكون فشلت تلاقي أفكار للرسومات بتاعتها، زائد إنها بتطرد من شغلها الجانبي وبتبتدي تشتغل في حمام عام في البلد وتدرس تاريخ الحضارة الرومانية، بعد ما العملة اللي خدتها من لوشيوس وهدومه اللي كان لابسها لفتوا نظرها، فبتكون عايزة تعرف إذا كان شخص من الماضي فعلا. وفي روما بنلاقي لوشيوس خسر شغفه في الحياة بعد ما مراته خانته وهربت مع صاحبه. وفي يوم رسول الإمبراطور بيروح له بعد ما بيكون قلقان عليه، وبنعرف إن الإمبراطور ابنه مات من قريب وفاكر إن ابنه متجسد في التمساح ده، وبيكون عايز لوشيوس يصمم له مكان للتمساح ده يخليه فيه وينفذ له كل طلباته. ولوشيوس لازم المرة دي ياخد باله عشان لو الحيوان ده مات الإمبراطور مش هيسمع عليه وهيعلنوه مجرم ووقتها يعدموه. وبعدها لوشيوس بيروح يشوف تدفق المية زي ما الإمبراطور طلب منه، بس أول ما بيدخل في الحوض بيتسحب مع التيار تاني وبيسافر في المستقبل للمرة التالتة. ولما بيطلع بيلاقي نفسه في قفص ومحبوس مع التماسيح، وبنعرف إن المكان ده عبارة عن محمية للتماسيح. وفي الوقت ده مامي بتكون خارجة في موعد مع واحد هي مش حباه وعايزة تخلع منه، وبتحاول إنها تخلص منه، ومرة واحدة بتلمح لوشيوس وبتفرح أول ما بتشوفه جوه القفص، فبتساعده يخرج وبتوريه المحمية كلها، وبتنسى إنها كانت خارجة مع واحد تاني. ولوشيوس بيعرف إزاي ياخد باله من التمساح وإيه هي الأماكن اللي بيحبوا يعيشوا فيها. ومامي بتاخده على نادي الرماية عشان تعرف إذا كان روماني فعلا ولا لأ، ولوشيوس بيقدر يصيب الأهداف كلها، وساعتها مامي بتتأكد من شكوكها. وبعد شوية بينتهي بيه الحال في ينبوع سخن واللي بيرجعه لزمنه. وبعد كام شهر الإمبراطور بيستلم المكان اللي هيربي فيه ابنه التمساح، وبيبتدي كمان يعامل لوشيوس على إنه واحد من العيلة، وبيعزمه من وقت للتاني على القصر، وكله بيكون ماشي تمام في المدينة. لحد ما في يوم من الأيام الإمبراطور بيعرف إن في متظاهرين بيهجموا على القوات بتاعته واللي مش مبسوطين بالحكم بتاعه وعايزين يشيلوه بأي تمن. وجنود الإمبراطور والمتظاهرين بيحاربوا بعض في معركة طويلة وصعبة بتستمر لأكتر من سنة. ودلوقتي الإمبراطور بيكون كبر وعجز وجاهز إنه يتقاعد، وبيكون مخطط إنه يتنحى عن العرش ويسيب ابن أخوه سونيوس هو اللي يحكم. وأول حاجة سونيوس بيعملها كإمبراطور هي إنه بيكون عايز يبني حمام عام جديد عشان الناس تدعمه، وبكده الإمبراطور بيبقى عايز لوشيوس يساعد ابن أخوه في المشروع ده. ودي في حد ذاتها بتكون مشكلة كبيرة بالنسبة للوشيوس، لأن مبادئه ما بتكونش ماشية مع مبادئ سيونيوس المغرور. لوشيوس بيبقى عارف إنه لو بقى إمبراطور الإمبراطورية الرومانية هتقع وش، وعشان كده بعد تفكير كتير بيروح لسونيوس وبيقول له إنه رافض يشتغل معاه. وسونيوس بيفكروا إن الاعتراض على أوامر الإمبراطور تعتبر خيانة ويعقبها الموت، بس لوشيوس بيكون مصمم على قراره وبيروح لمهندس يعرفه وبيطلب منه إن ياخد هو المشروع. بس الراجل ما بيكونش طايقه عشان لوشيوس بيكون هو السبب ورا إفلاسه، وبيتخانقوا مع بعض وبيزقوا لوشيوس في الحيط. وفي المشهد اللي بعده بيصحى وبيلاقي نفسه مع اليابان، واللي بيلاقوه متصاب وبيعالجوه وبياخدوا بالهم منه وبيودوه على ينبوع دافي عشان يرتاح ويتعالج، وبيقولوا له ان لو استحمى في الميه دي هيخف بسرعه، وكمان بيدوله كحول وبيحس بحرقان في زوره. وبعدها لوشيوس بيقابل مامي واللي بتكون اتعلمت تتكلم اساسيات اللاتيني، وبتساله عن اسمه، بس لوشيوس بيكون سكران فبيقع من طوله وهو حاضنها، والاتنين بيقعوا في البحيره. ولما بيصحوا بيلاقوا نفسهم في روما، ومامي بتتفاجئ لما بتعرف ان لوشيوس محكوم عليه بالاعدام عشان ما نفذش اوامر الامبراطور، وبتكون قلقانه عليه وبتحاول تقنعه ياخد المشروع بس بتفشل. ولوشيوس بياخد هدومه وبيمشي عشان ما يموتش. وفي الوقت ده في اليابان مجموعه الرجاله العواجيز بيكونوا بيدوروا على مامي وبيقعدوا في البحيره وبيحصل لهم نفس اللي حصل للوشيوس، وبيتحشروا في الدوامه وبيلاقوا نفسهم في الماضي. ولوشيوس بيبقى في طريقه لبلد تانية وبيلاقي في وشه ينبوع طبيعي عند التل، وساعتها بيفتكر لما كان مع اليابان العواجيز وبيستوعب ان الينبوع ده ممكن يساعد جنود الامبراطور المتصابين، وبيجري على مامي عشان يقول لها على فكرته وبتوافق عليها. وبعد كده لوشيوس بيروح للامبراطور وبيعرض عليه فكرته، وبيقول له كمان ان انطونيوس هو اللي قال له يعمل الينبوع ده، وانطونيوس ده بيكون وريث تاني محتمل انه يحكم واللي مؤهل اكتر من سينيوس بالحكم. وبكده لوشيوس بيبقى عايز يبص كويس في موضوع الامبراطور ده. وبعد ما الامبراطور بيسمح له انه يبني الينبوع ده، لوشيوس ومامي وقبيله اليابانيين بيروحوا يشتغلوا، وبعد كام ساعه بيقدروا يبنوا اول كوخ، ومع الوقت بيبنوا بيوت تانية كتير حوالين الينبوع وبيحولوها لمنطقه راحه للجنود. والقبيله بتهتم بالجنود المصابين وبتساعدهم يخفوا اسرع، ده غير انهم بيستخدموا معرفتهم في الطب الحديث عشان يعالجوهم.
وبعد كام شهر الجنود بيكسبوا المعركة ضد المتنمرين وبيحتفلوا بالرقص والشرب، ولوشيوس ومامي بيقعدوا لوحدهم وبيتكلموا مع بعض مدة طويلة، وفي الوقت اللي اشتغلوا فيه سوا بيكونوا ابتدوا يتشدوا لبعض، ولوشيوس بيكون مبسوط أكتر من أي وقت. بس مرة واحدة القبيلة اليابانية بتختفي، ومامي كمان بتبتدي تختفي قدام عينه، وقبل ما تمشي خالص لوشيوس بيقول لها ان في طرق كتير بتودي لروما. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف الامبراطور وهو بيعين انطونيوس كمستشار، ولوشيوس كمان بيتكافئ قدام المدنيين كلهم على شجاعته اللي ظهرها في فترة المعركة، والناس بتعترف ان لولاه ما كانوش هيكسبوا. وفي الوقت ده مامي بتبقى ابتدت حياة جديدة في المستقبل، وفي يوم وهي بتتمشى في البلد بتلاقي لوشيوس طالع من البركة، والفيلم بيخلص بعد ما بيتقابلوا من تاني. وبكده يكون فيلمنا خلص. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.